السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما فكرتش تعيش زي الرسول صلى الله عليه وسلم وإنه يكون قدوتك، وخصوصا إن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بده. بسم الله الرحمن الرحيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني تاكل زي ما كان بياكل، تشرب زي ما كان بيشرب، تصلي، تتصدق، تزكي، تجاهد، تحج، تنام، تقوم، تمشي، تركب، تنزل، تروح، تيجي، تتكلم، تتعامل، تتجوز، تربي. كل الافعال دي ما جربتش تعملها زي ما كان سيدنا محمد بيعملها؟ طب ما فكرتش انك لو عملت الافعال وتصرفت في الامور زي ما كان بيعمل الرسول صلى الله عليه وسلم حياتك هتتغير ازاي؟ انت متخيل اصلا ان الصلاة على النبي بس ليها افضل عليك من توسيع رزق وراحة بال وبركة في الدنيا وغفران ذنب في الاخرة، وكل ده بسبب الصلاة عليه؟ ما بالك بقى لو اتخذت قدوة وعشت على النهج بتاعه؟ كلنا عايزين نعرف ازاي، بس بنكسل ندور او بنكسل نسمع. فعشان كده انا جمعت لك اكتر من 200 سنة مهجورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا وجاي كل فيديو هقول شوية سنن مهجورة عن النبي. فلو انت مستني يا ريت تعمل لي فولو عشان مفيش حاجة تفوتك، وانك تعمل لي لايك او كومنت او فولو او سبسكرايب، كده انت بتساعد ان المعلومة تنتشر وليك اجر زيك، وده عشان الدال على الخير كفاعله، وعشان فضل الصلاة على النبي عظيم، فما توقفش الصلاة على النبي. اشوفكم الفترة الجاية ان شاء الله في فيديوهات كتيرة عن سنن النبي. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.